بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. في البداية لايك وكومنت، واللي مش مشترك معانا بالقناة يشترك. وربنا يحفظكم جميعا، ودعواتكم لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا يتوفاهم الله، ربنا يجمعنا بهم في جنات النعيم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ودعواتكم لكل مريض بالشفاء العاجل يا رب العالمين. ودعواتكم ربنا ينصر أهلنا في فلسطين، وينصر المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، آمين يا رب العالمين. لايك وكومنت، ويلا نبدأ على طول. خناقة ما بين ادوارد واحمد حسام ميدو مخفية، الشكل فيها شيكابالا او بسبب شيكابالا او محاولة فرض السيطرة. والسجون ادوارد جه طبعا من ضمن شروطه علشان يمسك منصب المدير الرياضي في نادي الزمالك: انا المسؤول الاول والاخير عن الفريق مع المدير الفني. واللجنة الفنية ميدو وحازم امام والجنايني دول رأيهم استشاري. الجون ادوارد من رأيه انه ينزل بالاعمار السنية. شيكابالا كان عايز يكمل، لكن لما الحديث دار واعمار السنية وننزل، حتى عبد الله السعيد بنسبة كبيرة ربما يرحل عن نادي الزمالك وما بقاش موجود، يعني بسبب مطالبه الماليه من ناحيه. وفكره جون ادوارد برضو بعد ما جه وما كان الزمالك متمسك بيه، وكان العائق هو الشروط الماليه بتاعه عبد الله السعيد، وهم مش قادرين. حتى كمان لهم يعني عاوزين يجيبوا لعيبه، اللاعب يكون فري، لاعب مش هجيب لاعب اكتر من 300 400 الف، اللعيبه المحترفه وهكذا يعني. فحاطين حاجات يجيب لك لعيبه فرز تاني فرز تالت، وربما يقع حاجه يعني حاجه كده بالصدفه تقع، يعني حاجه جيده وارد جدا يعني. اللي بيدور بيلاقي. لكن ما علينا في هذا الامر. فميدو لما قلت لحضراتكم امبارح، وتم الاعلان من قبل اكتر من مصدر ان شيكابالا بيفكر في الاعتزال، وخلال 48 ساعه هيعلن هذا الامر بنفسه. فميدو ازاي يا عم؟ ففكره بقى ان انا ابقى موجود وظاهر وانا اخد لقطه. شيكابالا احنا معاك وفي ظهرك، عايز تكمل هتكمل، اوعى تكون حد فرض عليك. لو لا، انت عندك، انت كم، انت لسه في وهو لو حد، احنا في ظهرك واحنا هنساندك، ما حدش يقدر يجبرك، ما حدش يقدر مش عارف ايه، انت اسطوره من اساطير النادي. هنشوف القصه والخناقه دي هتوصل لحد فين يعني. ايضا بالنسبه لمباراه دور 16 انتر ميامي وباريس سان جيرمان، اللي كان خالد الغندور بيقول لك الاهلي يكسب بورتو ويروح يواجه باريس سان جيرمان، الفرقه اللي كسبت ما اعرفش اتلتيكو 4 ويخسر نتيجه مش عارف ايه، وكلام من هذا القبيل. النهارده طبعا كان مباراه انتر وباريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان فاز على انتر 4 في الشوط الاول يعني، وكان يعني مع الرأفه يعني زي ما بيقولوا يعني. في ناس كتير من بعض الاهلاويه قال لك ده كويس ان احنا خرجنا من كاس العالم، لاعب باريس سان جيرمان غير 4 ولا 5 ولا الكلام ده كله. الناس دي طيبين جو يا خالد برضه. هنتكلم معاك، ما بتكلمش عن الناس الثانيه. الناس الثانيه دي ما تهمناش لانه فاشل، لان تخاطب واحد فاشل ما راحش اساسا البطوله دوري الابطال علشان يلعب ياخد البطوله على اللي تاهله. ما خاطب مين يا عم؟ سيبهم يقعدوا يتكلموا ويخبطوا، ما علينا يعني. لكن جماهير النادي الاهلي الفاهمه الواعيه عارفه لكل مقام مقال، ولكل مقام حديث ولكل حادث حديث زي ما بيقولوا يعني. انت النهارده النادي الاهلي لعب مباراتين في كاس العالم، مباراتين في جو رائع زي مباراه انتر ميامي ومباراه بورتو. قدم مباراتين على اعلى ما يكون، تحديدا مباراه بورتو. لعب مباراه في عز الحر مع بالميراس، ما كانش الاداء، رغم ان الاداء كان جيد، لكن كورتين من ضرب يعني اخطاء اتسجلوا هدفين يعني. وكمان بالميراس اللي انت خسرت منه 2-0 هو اللي كسب بوتافوجو اللي كسب باريس سان جيرمان 1-0. لعيبه النادي الاهلي واللاعب المصري بصفه عامه بيحب يلعب تحت ضغط. لما تحطه تحت ضغط وتقول له ان انت قدامك مباراه وظروف، وباريس سان جيرمان تقدر تاخد منه كل حاجه، زي مباراه بورتو. مباراه بورتو لو المباراه كانت انت متاهل يعني، ما كنتش هتشوف او لو انت حسمت التاهل قبل مباراه بورتو عمرك ما شفت القصه دي. لكن اللعيبه ظهرت بهذا المستوى علشان عندها حافز ان انا عايز اتاهل، عندها حافز ان انا عايز اظهر بصوره رائعه، عايز اكسب، عندي هدف. فمباراه باريس سان جيرمان برضه امام النادي الاهلي عمرها ما كانت هتخلص بالنتيجه دي. مفيش الكلام ده يا جماعه، مفيش الكلام ده في كره القدم يعني. كل صعب ان انا اقارن فرقه بفرقه ثانيه.
وادائي باداء فرقه تانية، وظروفي لان الظروف مختلفه، الاوضاع مختلفه، الحوافز مختلفه، الروح، الدوافع، كل شيء مختلف يعني. لكن لو كان هذا الكلام صدر من جماعه زملكاويه عادي يعني، لكن غريب انه بيصدر من عدد من مشجعي النادي الاهلي يعني. وسام ابو علي عنده اكتر من عرض، زي ما قلت، عرض من الدوري الامريكي، وعرض من نادي من الامارات، وعرض من قطر، وعرض من المملكه العربيه السعوديه، وفي عروض من اوروبا. هذا كلام واضح، لكن العروض المقدمه لا ترتقي الى ان النادي الاهلي يناقشها كلها في 4 مليون دولار، 5 مليون دولار. احنا قلنا حاجه عشان النادي الاهلي يفتح الباب في مناقشه اكتر من 10 مليون دولار. كمان في كلام انتشر حوالين اسد الحملاوي، اللاعب مهاجم الفلسطيني بيلعب في احد الانديه في بولندا. النادي اللي بيلعب فيه اسد الحملاوي قال لك اللاعب مشي من التدريبات وترك التدريبات، وطلعوا بيان وده مش شغل احترافي والكلام ده كله، في ظل الانباء اللي بتتكلم على ان في كلام مع نادي الزمالك وكلام مع النادي الاهلي. وكيل اللاعب طبعا والشركه اللي واخده وكاله اللاعب طلعت بيان قالت اللاعب تعرض لضغوط نفسيه وعنده حاله نفسيه وحاله مش عارف ايه، وكده احسن ما كان انه يعمل مشكله والكلام ده كله، واللاعب ملتزم وبتاع، واحنا قعدنا معاه واتكلمنا والامور كلها ترجع في سياقها. طب احنا بنحترم تعاقداتنا وتعاقدنا مع النادي لحد 2027، هننتظر ونرى هل هو يقترب من نادي الزمالك ولا ام يقترب من النادي الاهلي. ثمار لاعب النادي الاهلي كاس العالم للانديه، شراكه جديده يلي ما خرجتوش من سيلينبوش. النادي الاهلي وراعي واتفاقيه جديده وشراكه جديده لعمل اكاديميات في كندا وامريكا. النادي الاهلي في حته تانية يا عم الحاج، ما تسمعش للعيال اللي هم السيكي ميكي، لا يابا مش بتوع الكلام ده احنا يا عم الحاج، خلينا في يعني مناش، سيبك من العجل والكلام ده كله. بيقول لك ايه، شركه النادي الاهلي لكره القدم تعلن عن الشراكه مع سكوير 7 انترناشونال لافتتاح فروع جديده لاكاديميه في كندا وامريكا. تعلن شركه النادي الاهلي لكره القدم عن تعاقدها مع شركه في ان شاء الله نكتشف مواهب. خلينا في الجزء الاخير. تعرب مش عارف ايه فيما شركه عبرت شركه سكوير 7 عن سعادتها بهذه الشراكه الزامه بتوفير افضل الامكانيات التنظيميه واللوجستيه والعمل بكل جهد على نجاح المشروع، التوزيع في اقامه فروع اخرى في عده مدن بالولايات المتحده. قال لك الاختبارات يعني في اختبارات الاكاديميه الفرع الاول الاكاديميه في مدينه تورونتو يوم 13 14 اغسطس المقبل، الفئه العمريه من 8 ل 12 سنه. وان شاء الله باذن رب العالمين هذه تكون بدايه خير للنادي الاهلي، نعرف نجيب لاعبين على مستوى عالي. هذه الاكاديميه تطلع لعيبه والنادي الاهلي يستفيد منها من النواحي الماديه بشكل جيد جدا. انت بقى خليك انت لسه بتعمل مؤتمر صحفي وبتعمل اعلانات عندك اللبس بتاع، يا جدع روح في حته ناشفه بقى بلك. رود خالد بيهاجم عضو مجلس اداره النادي الاهلي او بينتقد حسام غالي، مدربه وهو كان بيلعب في هولندا حسام غالي، وقال لك انه لاعب جيد لكن عقليته يعني، وبيعتبره انه من اكثر اللعيبه اللي هو فشل معاهم يعني. قال لك حسام غالي، رود خولت طبعا نجم المنتخب نجم الكره الهولنديه ونجم المنتخب الهولندي الكبير، قال لك حسام غالي اكبر اخفاقاتي في كره القدم ولا يمتلك عقليه احترافيه، جعلته يشاهد اخطائه في مواجهه ما، لكنه طرقني بعد 10 دقائق ولم يستكمل الحديث، وقابلته بعد 10 سنين في أحد الفنادق في لندن بعد طرده من كل الفرق اللي لعب لها، وقال لي آسف لكن دي شخصيتي. كلمة عن حسام غالي. عمرو الجزار اللي كان هدف من اهداف النادي الاهلي لخط الظهر، لاعب نادي غزل المحله، بيوقع لنادي البنك الاهلي لمده 3 سنوات. شفت اللاعب ده ممكن يكون افضل من ياسين مرعي، واتمنى اتمناش ان ياسين مرعي بصراحه يجي النادي الاهلي، ولا هو ولا احمد عيد لاعب الزمالك السابق ولاعب المصري الحالي. اللعيبه مش هتكون اضافه ولا هتشكل اي شيء، لكن الجزار عنده. ياسين مرعي لعب فترة وكان قرب من منتخب مصر فترة، وبرضه عنده مشاكل كتير ومشاكل وبيخاف من الضغط ما ينفع، مش عاوز نقصه لكن ما ينفعناش، مش شخصية النادي الأهلي. قطر بعد البرازيل وبعد أسبانيا وبعد السعودية والمغرب كمان تقدمت بتنظيم كأس العالم للأندية 2029
قطر بتتقدم وبتطلب استضافة كأس العالم للأندية 2029، لكن جارديان بقى البريطانية وأوروبا والناس بينظروا علينا احنا كعرب، يقول لك والبطولة ربما تقام في الشتاء بسبب درجات الحرارة في الدول العربية. يا راجل عيب اختشوا، ما بتتلعب في الصيف في الولعة في أمريكا اهي. الصبح تلاقي الجو بيمطر، الظهر تلاقي نار مش ورطوبه وبتاع، ما حدش فيكم فتح بقه ولا قال لك عيب ولا اللي بيحصل ده ولا جو الحراره وما ينفعش يتلعب ولا حد قادر. ما تيجوش تشطروا علينا يا اولاد التربت التيت، عيب يا عم الحاج. يعني حسام المندوي الحسيني، حسام المندوي الحسيني عضو مجلس اداره نادي الزمالك او امين الصندوق في نادي الزمالك، بيقول لك احنا حاطين استراتيجيه خلال الاربع سنوات ان الزمالك يكون في كاس العالم للانديه 2029 وناخد بطوله. ده نادي الزمالك بيقول لك قطب، عاملين خطه خمسيه عشان ياخدوا دوري الابطال. اقعدوا لنا بقى. ابو ريده زي ما قلت لحضراتكم بالامس، وكان مصطفى عزامي المدير التنفيذي يقول لك لا ده هم سنتين بس، والمجلس ابو ظبي لم يعتذر عن استضافه السوبر المصري. قلت لحضراتكم باقي سنتين في العقد. انا ابو ريده بيتواصل مع الجانب الاماراتي وبيسعى انه الاتفاقيه تستمر، وان ابو ظبي مجلس ابو ظبي يستضيف السوبر المصري. وقال لك ابو ريده بيحاول يسوي الامور مع مجلس ابو ظبي. طب هتعملوا ايه يعني؟ ابو ظبي هتمنع لعيبه الزمالك انها تروح؟ طب هتحاكوا لعيبه نادي الزمالك باثر رجعي؟ قال لك كمان بطوله ممكن تتلعب اكتوبر او نوفمبر، لكن حتى هذه اللحظه لم يتم تحديد البلد اللي هيتلعب فيها. محامي الجزيري بيقول لهم احنا مش ماشي، انا مكمل معاكم. الزمالك عنده رغبه انه يسوق الجزيري. محاميه او وكيله طلع بيقول لك ما فيش اي عروض للاعب في التوقيت الحالي. اللاعب لسه عقده مع نادي الزمالك سنتين. اللاعب مش عاوز يمشي، اللاعب عاوز يكمل مع نادي الزمالك، وهو من افضل اللعيبه الاجانب اللي جت في نادي الزمالك. نادي الزمالك عاوز يتعاقد مع مهاجم تاني غير الجزيري. هنشوف الجزيري هيمشوه ولا هيعملوا معاه ايه. اللي سايب لكم طبعا بتاعه سكوير 7 انترناشونال يا بتوع الاكاديميه في بلاد الكوكو كوكو. شكرا على حسن متابعه حضراتكم ودمتم. الجزيري طبعا لو مشوه هيشتكيه، بيقول لك انا مش هنبيعه، عاوزين ناخد اكس، مش هنمشي حد فري. وهو يمشي فري ليه؟ هو قاعد وبيقبض والجنيهات شغاله والعداد الساعه ب 5 جنيه الحسابه بتحسب يا معلم. يعني في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم ودمتم في امان الله ورعايته. استغفرك ربي واتوب اليك. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. شكرا على حسن المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله.